أهلا بيكم في قناتي عالم السعادة. قصتنا النهاردة مختلفة وفريدة من نوعها، هي قصة حقيقية. بس قبل ما نبدأ ياريت نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو عجبتك قصتنا دوس لايك وشير واعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك إشعار بكل جديد أنا هنزله. مبدئيا كده انتوا وحشتوني جدا، وبحتفل معاكم النهاردة بوصلنا ل1000 مشترك، وعقبال 100,000 والمليون يا رب. هاخدكم النهاردة في رحلة لبلد السحر والجمال، وهي جزر المالديف. جزر المالديف مشهورة بمناظرها الخلابة وشواطئها الرائعة، لكن اللي بيزيد جمال الجزر دي هو ان كل اهلها مسلمين. لكن قصة دخول اهلها الاسلام هي في غاية الغرابة، وفيها اسطورة عجيبة هنحكيها معاكم النهاردة. قصتنا بطلها شيخ مغربي أدخل بلد كاملة الإسلام. كان أهل المالديف غارقين في الأوثان وعبادة النار، وبعضهم كان بيعبد الشجر والبحر، وبيؤمنوا بعادات غريبة وبشعة. القتل عندهم كان وسيلة لنيل رضا الأوثان، ومن العادات دي عادة بتسمى قربان الجميلة، بيتم فيها تقديم إحدى أجمل فتيات جزر المالديف للعفريت الأعظم أو وحش الجزيرة أو شيطان البحر الموجود في أحد الكهوف. حسب معتقداتهم كانوا بيقتلوا الفتاة وبيرموها في الكهف لمدة يوم كامل حتى لا يغضب العفريت على حسب زعمهم. كانت بتقام قرعة سنوية بيتم اختيار فيها فتاة من أجمل الفتيات، بيتم قتلها ورميها في الكهف. واستمرت العادة دي حتى منتصف القرن ال12 الميلادي، لحد ما جه رحالة مسلم بيدعى أبي البركات البربري، كان حافظ للقرآن الكريم. نزل بدار عجوز منهم، دخل عليهم فجأة وكانت جمعت أهلها كانوا بيبكوا كأنهم في مأتم. سألهم فلم يفهموه، فأتى بترجمان أخبره إن العجوز كانت القرعة على ابنتها وليس لها إلا هذه البنت، وإنه هيتم قتلها إرضاء للعفريت. استغرب أبو البركات من العادة الغريبة دي، وسأل كبار الكهنة في المالديف لو لم يتم قتل هذه الفتاة ماذا سيحدث. أخبروه إن غضب العفريت هيعم كل الجزر وهيقتل الجميع بدون استثناء. فقال لهم أبو البركات إنه هيروح بنفسه للكهف ويتغطى كأنه جثة حتى يثبت لهم إن هذه العادة غير موجودة، فلو عاد سالما ولم يحدث شيء يتوقفوا عن هذه العادة للأبد. فوافقوا. ذهب أبو البركات للكهف المظلم وحده، وأخذ يقرأ سورة البقرة وصولا لسورة ياسين، ثم يعيد من البقرة لياسين مرة أخرى. فطلع الصباح وخرج لهم أبو البركات سالما، وأرسلوه مباشرة للملك اللي كافئه وقال له امكث عاما آخر، فإن نجوت أعلنت إسلامي وأعلنت البلاد كلها إسلامها. وبالفعل مكث أبو البركات عاما آخر وفعل نفس فعلته ونجا، فأسلم الملك وأسلمت معه المالديف بأكملها. بعض المصادر ذكرت ان العفريت ده كان حقيقي، وان ابو البركات واجهه بالقرآن واحرقه، لكن كل القصص دي اضعفها ابن بطوطة لما زار المالديف، وروى القصة دي في كتابه تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار. ابو البركات نشر الاسلام وعلمهم مذهب الامام مالك اللي كان مذهبه، وحتى اليوم هو مذهب اهل المالديف، وبيعظمون المغاربة بسببه اللي هو ابو البركات، وبني مسجدا معروفا هناك باسمه. ومنذ ذلك الحين وجميع أهل المالديف مسلمون بنسبة 100%. جمهورية المالديف هي دولة مسلمة بتقع في جنوب قارة آسيا في المحيط الهندي، بيمر عليها خط الاستواء جنوبا، وبتقع جنوب غرب سريلانكا والهند. كان يسميها العرب قديما زيبة المهل أو محلديب، ويرجح أنها قد حرف وأصبح ينطق مالديف. اللغة اللي بيتحدث بيها غالبية السكان واللغة الرسمية هي لغة الديفيهي اللي بتحوي الكثير من المفردات العربية. بعض المعلومات عن جزر المالديف: بتتكون من 1190 جزيرة بتبلغ مساحتها 298 كيلومتر مربع، كانت بتحكمها بريطانيا حتى نالت استقلالها عام 1965 ميلاديا. عدد سكانها أقل من نص مليون، حوالي 309 ألف نسمة فقط. المأهول من الجزر دي حوالي 200 جزيرة لا غير. عاصمة المالديف هي ماليه، وكل سكان البلد مسلمين، وشرط انك تكون مواطن مالديفي انك تكون مسلم. نظام الحكم فيها جمهوري، الرئيس بيعين من قبل البرلمان، والتصويت بيكون للمسلمين فقط. شعب المالديف متدين بيحب الإسلام والحجاب منتشر هناك. السكان بيحترموا الأذان ويقبلون على المساجد، وتغلق المطاعم نهارا في شهر رمضان وتمنع المجاهرة بالفطر فيه.
في هناك هيئة عليا لمراقبة التطبيق الصحيح لأحكام الشرع الإسلامي. نسبة الأمية في المالديف ضئيلة جدا، لا تتجاوز 2%، ورغم أن اللغة الرسمية ليست العربية إلا أنه لا يوجد بين السكان من لا يستطيع أن يقرأ في كتاب الله. السياحة بتعتبر المصدر الثاني للدخل القومي بعد الصيد. السياحة فيها مضرب المثل، لا ابتذال ولا تنازل عن المبادئ الإسلامية. يمنع تقديم الخمور للسياح، السائح بيلتزم باحترام قوانين البلاد الإسلامية، لا عري ولا خروج على الآداب العامة. الدولة خصصت للسياح 84 جزيرة منعزلة، حيث لا يسمح للسائح أن يذهب للجزر المأهولة بالسكان المسلمين إلا إذا التزم بالآداب الإسلامية. على الرغم من صرامة القوانين دي، إلا أن السياحة في المالديف هي أكثر القطاعات دخلا وانتعاشا. ومن المسائل الجدلية التاريخية بخصوص المالديف كانت عن هوية الرحالة أبو البركات البربري اللي اتكلمنا عنه، اللي أدخل الإسلام للمالديف وجنسيته. فبعض المصادر اعتبرت إن ابن بطوطة أخطأ وانحاز لجنسيته المغربية وأصله البربري الأمازيغي في نسبة أبي البركات للمغاربة الأمازيغ، وهو ليس كذلك. قالوا إنه صومالي منحدر من بربرة، وهو ميناء تجاري قديم شمال الصومال. قالوا إن ابن بطوطة لما زار الجزر دي كان حاكمها في الوقت ده صومالي الجنسية، وهو عبد العزيز المقدشو، نسبة لمقدشو الصومالية. مهما يكن من أمر الخلاف حول جنسية أبو البركات وأصله، المهم أن الله بعث لأهل هذه البلاد رجل فاضل مسلم حافظ كلام الله، أخرجهم من جهل الأوثان والخرافات إلى التوحيد والنور. وبكده تبقى انتهت قصتنا النهاردة. لو عجبتك دوس لايك وشير واعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك إشعار بكل جديد أنا هنزله. ولو حابين قصص تانية من نفس النوع ياريت تعرفوني في كومنتس. هتوحشوني جدا للقصة الجاية. استنوني في قصة جديدة، ودمتم في أمان الله. مع السلامة.